شيخوخة تتسول الطريق، ترتعش قدماه وترتعش يده والعكاز. هنا دائما يقف، يرمق المارة ويراقب السيارات. عيناه تستعطفان الوجوه وخطاه تتسول الطريق. شاهدني أقف أمامه وبيدي هاتفي الجوال وكاميرا. قال لي: من تكون يا ابني؟ هل أنت من التلفاز؟ وماذا تريد مني؟ لم يدع لي الفرصة لكي أعرفه بنفسي، وواصل كلامه: ماذا تريدني أن أفعل؟ أخذ التعب الصحة وامتص الشقاء ما يبقى من حلم. أعرف ما تود قوله. مثلي الآن يرتاح، ومثلي الآن يحقق الكثير من البناء. لكن هل سألتني أين الأبناء؟ هل سألتني لماذا أستعطف عيون الناس؟ أفواه تجاوزت 20 خلفها ابني الاثنين بعدما رحلوا. رحل الأبناء لجوف الأرض، انتقلوا إلى رحمة الله، وبقيت أنا أحمل أبناءهم على كتفي هذا. هل كتفي هذا يتحمل هكذا ثقلا؟ لا تلمني، ما أريد النصيب أو بعض النصيب. أحببت أرضي وخلا من القوت بيتي. اعذرني يا ابني، لا ألومك حينما تستغرب من وقفتي هذه في منتصف الطريق. فحينما كان أبنائي على قيد الحياة لم تكن حالتي كما ترى، ولكن بعد وفاتهم وتركهم لهؤلاء الصغار في عنقي تغيرت حالتي. كما أدعو الله ألا يميتني إلا بعد أن يكبروا. لكن هل تتوقع أن يبقى لي من العمر نصفه أو ربع ما ذهب؟ 85 عاما عشتها. هل في ظنك أنني سوف أعيش مثلها؟ اتركني بالله عليك، اتركني. بقلم الكاتب الأستاذ بكي المعمر الشميري، وبصوت صالح شريم من راديو صوت العرب.